لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. آيس كلينر. آيس كلينر تطبيق محمله مليون مستخدم. تقدر عن طريق التطبيق لو انت حاسس ان تليفونك بيهنج، وللأسف الشديد أغلب التليفونات اللي موجودة على مستوى العالم كلها بتهنج إلا نوعين من التليفونات، وهما جوجل بيكسل. وبيكسل هي اللي عاملة الأندرويد نفسه، هي اللي عاملة البروجرامر بتاع التليفون. فاللي عامل السوفت وير بتاع التليفون هو اكتر حد بيخلي التليفون يشتغل بسلاسة. فيفضل معاك التليفون من اول ما تحط فيه الشريحة لحد ما تيجي تبيعه بعد 4 5 سنين من غير ما يحصل فيه اي لاج. والايفون، والايفون برضو لان هما اللي عاملين السوفت وير وهما اللي عاملين الهاردوير. بعد كده بقى اي شركة تانية من الشركات بتاخد السوفت وير وتحط عليه نسخة تانية معدلة، بتعمل منه نسخة معدلة. عارف انت لما يكون مثلا زرار الرجوع في السوفت وير الخام، اهو رجوع ارجع، لا انا اعمل له حيلة معينة عشان يرجع بشكل معين. وقيس على كده بقى كل الحيل اللي انا بعملها بعمل لاج في السوفت وير بتاع الجهاز بتاعي. فطبعا كل الأجهزة بلا استثناء باستثناء بلاك بيري لما كان شغال، جوجل بيكسل حاليا، ايفون، اللي هم التلاتة اللي عاملين سوفت وير وهاردوير، فالجهاز سلس جدا جدا جدا. غير كده بقية التطبيقات أو بقية التليفونات سامسونج، موتوريلا، الكاتيل، سوني، اكسبيريا، اتش تي سي، اوبو، فيفو، شاومي، كل الاجهزه دي كلها محتاجه تطبيق عشان ينظف الملفات، ينظف مش عارف ايه. وكل ده برضو بلح، كل ده بلح. لو هو حاجه عملها لك الوحيده في التطبيق ده ان هو يرتب لك الصور، فبياخد لك الصور كلها بما فيها صور الواتساب، تليجرام، مش عارف ايه. فانت تكتشف نفسك تلاقي ان عندك صور مش موجودة، في ما كنتش شايفها او ما كنتش عارف هي موجودة فين او كانت مختفية على تليفونك من زمان، تلاقيها موجودة لمجرد تطبيق يقولك منظف. هو لا بينظف ولا بيغيره، هو بيعمل لك بس ايه، حركة كده ان انا نظفت لك الجهاز ومسحت الكاش ميموري ومش عارف ايه. وهو اقصى حاجة ممكن يعملها ان هو يقفل لك التطبيقات المفتوحة في الخلفية عشان يخلي الجهاز يخف معاك شوية. وبعد كده يجيب لك اعلانات ويجيب لك اشعارات كتيره فتقل لك التليفون اكتر. فانت كل شويه تقعد تعمل كلينر 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 كلينر، وفي الاخر هو بيعمل لكش اي حاجه. هو مجرد عامل زي مدير الملفات، بيقول لك عندك صور قد كده، عندك ملفات قد كده، عندك زباله قد كده، مش عارف ايه بس. لكن كل الحاجات اللي ممكن يعملها لك تانية هي بلح، ملهاش اي 30 لازمه، وبتقل لك التليفون اكتر من الاول. وكمان فيهم تطبيقات بتتجسس عليك. فرغم ان محمله مليون مستخدم ورغم ان الناس كاتبة فيه تعليقات ممتازة جدا، لكن لو سألت واحد ماسك ايفون او جوجل بيكسل هيقولك ان انا ما بستخدمش تطبيقات زي كده لان هي ملهاش 30 لازمة. التليفون معايا سريع وخفيف ومش محتاج ان انا امسح الملفات اللي مش عارف، الهيستوري بتاع فتح التطبيقات والقفل والكلام ده كله، مش محتاج كل ده ان انا اعمله. التليفون شغال وسلس جدا. لكن الموضوع ده بنضحك عليه على الناس اللي هم ايه حاسين بتقل في التليفون بتاعهم. وطبعا لازم التليفون يتقل، لازم التليفون يتقل. انت على سوفت وير معدل، اي سوفت وير معدل لازم هيبقى فيه لاج. تخيل كده عندك نسخة ويندوز معدلة وحطيت عليها شغلك، هتتقل تتقل تتقل تلاقي نسخة ويندوز سقطت منك. لكن لو عندك نسخة ويندوز أصلية ميبقاش فيه أي حاجة من الكلام ده. فنصيحة مني لو أي حد بيستخدم التطبيق ما يهتمش وما يحطوش على تليفونه لأن هو هيتقل تليفونه بزيادة. شير ولايك وسبسكرايب للقناة واستناني تاني في تطبيق جديد عشان أقولك الجديد المفيد في عالم التطبيقات.